اسمع وركز معايا، لأن اللي هتشوفه دلوقتي دي مش أي موميا، دي الجثة اللي علماء الآثار نفسهم خافوا يقربوا منها. القصة بدأت سنة 1881 لما اكتشفوا مقبرة الدير البحري في الأقصر. توابيت ملوك وكهنة وأكتر من 40 موميا ملكية اتخبوا في المقبرة دي علشان يهربوهم من اللصوص. لكن وسط كل المجد الفرعوني ده كان في مومياء واحدة أغربهم كلهم. من شكلها قالوا عليها المومياء الصارخة أو الرجل المجهول. أول ما شافوه اتصدموا، فمه مفتوح على الآخر، ملامحه متجمدة على صرخة كأنه شاف النهاية قبل ما تحصل. جسمه ما كانش ملفوف كطبقات ملكية، لا، ملفوف بصوف خرفان، وده عند الفراعنة علامة النجاسة وعقاب وإهانة متعمدة. لكن الأغرب إنه متحنط بنفس أسلوب الملوك، نفس الطريقة، نفس الأدوات، نفس الدقة. يعني كان حد مهم، حد من العيلة الملكية نفسها. والتحليل الطبي قال إن الراجل ده مات وهو عنده حوالي 20-25 سنة. جسمه اتشنج لحظة موته، علامات اختناق وتقلصات عضلية بتدل على تسمم شديد. واللي أكد الشك ده مواد سامة لقوها في معدته. طيب ليه تسمم؟ وهنا بقى يظهر أخطر احتمال، إن الموميا الصارخة يبقى ابن الملك رمسيس الثالث، الأمير بن طاؤور، اللي شارك في مؤامرة قتل أبوه طمعا في الحكم واتحكم عليه بالموت. مصادر بتقول الأمير ما كانش عايز يموت وصرخ واتمرد، وجات لحظة موته بشكل عنيف والجسد اتجمد على وضع الصرخة. وده يفسر ليه اتدفن في مقبرة ملوك لكن بصوف خرفان علشان يحرموه من الشرف الملكي. ومع كل الأدلة لسه في علماء بيقولوا إن الشخص ده مش الأمير، وإن قصته أكبر وأغمض، وإن صرخته مخبية سر ما اكتشفناهوش لحد النهاردة. هل فعلا حاولوا يمنعوه يدخل العالم الآخر؟ ولا كانت صرخة تعذيب؟ ولا صرخة بسبب خيانة الملك؟ اكتب لي رأيك وصلي على النبي في الكومنتات. ولو عايز تشوف القصة اللي جاية اعمل لايك واشترك في القناة واستعد للفيديو الجاي.